الإسكندرية. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني، والرمل الزعفراني، عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية، نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بدايات السينما في مصر، وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. أهلا بيكم واسكندرية تاني. الفيلم اللي معانا النهاردة ريا وسكينة، تم إنتاج الفيلم عام 1953. القصة لنجيب محفوظ، والسيناريو لصلاح أبو سيف، والإخراج لصلاح أبو سيف. أنا عدلت الحكومة. شوف يا بنتي، بنتي بسيمة خطفوها يا سعادة البيت. أنا في عرضك، شوفوها لي راحت فين، أجيبوها لي أعمل معروف، أبوس إيدك أبوس رجلك. بنتي يا سعادة البيت عالي هيشد، بنتي أعمل معروف، شوفوها لي في عرضك يا بيه، في عرضك يا سعادة البيت. أنا ما لزمهاش إلا منكم، جروني يا ناس يجركم ربنا. بنتي عليك العوض يا رب، يا رب ايدي من بعدك يا بنتي. ده تاني بلاغ الجمعة دي يا سعادة البيه. تاني بلاغ؟ بالبلاغ ده يبقى 20 واحدة اختفوا، 26 واحدة في أقل من شهر ونص، ومش قادرين نوجد أي دليل. الفزع والرعب يجتاحان مدينة الإسكندرية. أنا على ما قلتش إنه بتاع خبري، لو عدتنا بالسكة تاني. أنا كنت عدت. بس يا حميدو بقى، روح يا حميدو. معذور يا جدعان، ده انا بتغطس الايام دي زي ما تكون الارض انشقت وبلعتها. ايوه يا اخويا، فلا الله ولا فالك، دي الدنيا لسه نهار. يا بنات يخدف تتخبط في عز الكوره لوحدها. حوادث اسكندريه العجيبه يا جدع، مش يا جدع، حذف البنات يا جدع. حوادث اسكندريه. احنا نسيبوا البنات دول نعملوا ايه؟ بطلوا حريم تخرج، اللي ما حد عارف لهم طريق جر، عايشين ميتين اكتفوا كده، ما بلهمش اثر. عايشين بنتي يا حامل الحمايه دافع البلا يا رب. يا ساتر يا رب، ده بعيد عنك، جان واتسلط على النسوان يخطف. وانت خايف من ايه؟ ما هو لما يخلصوا على النسوان هيطوروا على الرجاله. يا حامل حمى يا رب. ما مصير هؤلاء المفقودات يا حفظة الأمن؟ الجرايد كلها والرأي العام بيحملنا المثل. مش معقول ابدا ان جريمه تتكرر بالشكل الفظيع ده، والمجرم او المجرمين ما يتركوش وراهم اي اثر، خصوصا انه اسلوب الجريمه واحد والدافع واحد. كل ضحيه من الضحايا كانت صيغتها سبب اختفائها. اذا في تقصير او اهمال من المباحث، او تواطؤ مع المجرمين، حد من المخبرين، او من البوليس. اول ما يجب عمل تغيير هيئه مباحث القسم باكملها. ده اللي عملناه في قسم اللبان. الكل لازم يحولوا على باقي اقسام المدينه وينتدب غيرهم للعمل. مش مصدقه ابدا ان بسيمه بنتي هترجع تاني. طب قولي لي بس، انتوا مالكوش معارف، مالكوش قرايب تكون راحت عندهم؟ طول ليلي برمح في الشارع، ما خليت قريب ولا بعيد الا ما رحت اسال عنها. هي ما غابتش مره قبل كده؟ ابدا ابدا، من شغل اهل البيت طوالي. طب وهي بتشتغل فين؟ ما رحت لها وسالتها، قالت لي خرجت في ميعادها. هي مين؟ الست نفيسة. سابت الفستان اللي في ايدها ولا كملتش مكوته وزغت مع اصحابها. واصحابها دول مين؟ سعاد ودلال. وسعاد ودلال دول تعرفي هم ساكنين فين؟ نعرفوهم، ما نعرفوش ازاي وندلوك عليهم. نعم. الست سعاد موجوده؟ ايوه، هاني نوب اخوها. طب روح اندهلها، عاوز اكلمها. دي ناس ستات تتكلم رجاله. اندهلها، عاوز اكلمها كلام مهم. مش نعرف المصلحه دي ولا ايه؟ احنا ظباط زي بعض.
طب قول لي، ما عندكش اخوات اكبر منك اقدر اتكلم معاهم؟ ليه؟ وانا ما يملوش عينك كاني هنقفل الباب. استنى بس، مش عيب واحد ظابط يقفل الباب في وش زميله؟ قول لي، ابوك موجود اقدر اتكلم معاه؟ ايوه نروح نندهولك. اكون ممنون. العفو يا حضرة زميلي، العفو. اتفضل في اوضه المسافرين. متشكر. اسمع، انت عندك كام دبور؟ 2 بس. بالرغم من أن التشكيل العصابي كان مكون من 6 أفراد، ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرازق، لكن القصة اشتهرت إعلاميا بريا وسكينة. تناولت الكثير من الأعمال الفنية نفس الاسم، لأن قصة ريا وسكينة ألهمت العديد من صناع الفن. بلغت الأعمال حوالي 12 عمل فني بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وأعمال إذاعية، وبكده يكونوا ريا وسكينة أكتر شخصيات تم اقتباس قصتهم في أعمال فنية عربية، وكمان صدرت عدة مؤلفات عن حياتهم وجرائمهم. أول عمل كان مسرحية ريا وسكينة، كانت إنتاج عام 22، وكانت بعد شهور من تنفيذ حكم الإعدام، والمسرحية كانت بطولة نجيب الريحاني وشاركته فيها بديعة مصابني. عام 53 تم إنتاج فيلم ريا وسكينة اللي معانا في حلقتنا النهاردة. ريا وسكينة كان بطولة نجمة إبراهيم، زوزو حمدي الحكيم، أنور وجدي، شكري سرحان، سميرة أحمد، فريد شوقي، رياض الأصابجي، وبرلانتي عبد الحميد. اهلا وسهلا. خير ان شاء الله خير. البنت عملت ايه؟ لا ولا حاجه، بس عاوز اسالها عن واحده صاحبتها اسمها بسيمه. ربنا يرجعها لاهلها بالسلامه. صعبت عليا قوي البنت دي. لكن سعاد ايه دخلها في الحكايه دي؟ مفيش حاجه ابدا، بعض استعلامات بسيطه. انا ما رضيتش اطلبها في القسم علشان ما ازعجهاش. انا كنت ضابط في الجيش واعرف كل الاجراءات دي. اتفضل اتفضل. اشرب اشرب، سعاد عاملهولك مخصوص. متشكر يا فندم. يا ولد انده اختك اوام. اندهولها منين؟ ما واقفه على الباب وسامع. خشي خشي. هو ده الضبط اللي كنت بتقول عليه؟ حماده اسكت الله. يا ولد اطلع بره. تعالى يا حبيبي، قول لي هي كانت بتقول لك ايه؟ اقول حماده. قول ما تخافش، قول يا حبيبي قول. هي دايما بتقول هنتجوزه ظابط هنتجوزه ظابط. هو ده الظابط كنت بتقول عليه؟ لا ذوقك حلو. اطلع بره قدامي، امشي. اتفضل اسالها وانت قولي كل حاجه بصراحه. قولي لي من فضلك، امبارح لما خرجتي مع بسيمه كنتوا مستعجلين ليه؟ ابدا، احنا فتنا عليها انا ودلال عشان نتمشى شويه على البحر. ودلال دي ساكنه فين؟ ساكنه في الكات اللي فوقينا. نندهولها؟ لا مفيش داعي. يا حضرة الضابط اطلع عند دلال من فوق اوام. ليه انت غيرت رايك؟ سعاد مش عاجباك؟ نفذ الاوامر بسرعه، اطلع اوام. كمان تم إنتاج فيلم إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، ومسلسل إذاعي عودة ريا وسكينة كان عام 1972، وفيلم آخر كان اسمه برضو ريا وسكينة، كان بطولة شريهان ويونس شلبي، تم إنتاجه عام 83. وطبعا مسرحية ريا وسكينة بطولة سهير البابلي وشادية وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير. وفي عام 2005 تم إنتاج مسلسل ريا وسكينة بطولة عبلة كامل وسمية الخشاب. التربة. تربة؟ تربة ايه؟ اسمعي، انت شفتي حاجة؟ ايوه. شفتي ايه؟ قولي. امي تضربني. ما تخافيش، محدش يقدر يضربك ابدا، قولي. كانوا شايلين واحدة ورموها في التربة وردموا عليها التراب. وانت كنت فين؟ كنت تحت في الأوضة. انهي أوضة؟ اللي جنب السلم. وبعدين حصل ايه؟ قالوا لي ان الشيطان هيقلك كده وخدوني تاني في الأوضة، ما لقيتش التربة. ما لقيتيهاش؟ لا، شفت السرير في الأوضة. أنا خايفة. ما تخافيش ما تخافيش، نامي نامي حبيبتي، أنا هفضل جنبك لغاية ما تنامي. مين ده؟ ده أمين فرج، أخ برضه، لكن الواد يعجبك في القلبان ده مفيش أخوه، يحتي النسوان حلو، فضل يشاغل بنت معلمه الجزار لحد ما كان مخها.
علشان ياخد فلوس ابوها. يا سلام عليك وعلى مخك النور، هو كده تمام، بس الراجل مرضيش. يعملوا ايه؟ والبنت معاها صيغه؟ معاها. دلوقتي شوف بعينيك، صيغه ايه؟ مال الجزارين يا حبيبي. انا كنت عايز نجره من رقبته دلوقتي. ليه كفالة الشر؟ انا من زمان قلت له بلا جواز بلا نيله، كفايه نجيبوا البت وتتلموا على الصيغه، وادي بياكل عيش في شغلانه تبعد الشبهه عنه وعني. احنا فرحتنا النهارده ما تتقدرش. من كتر ما سمعنا عليكي كان نفسنا نشوفوكي. ما نتحرموش منكم. ايوه، ايه ريحه البخور دي؟ بعد عنك، مجاري الجيران انسدت والريحه ما تنطاق. لازم يا اختي نعزله بعد جواز ابنك. ضروري اكراما لخاطر عيون الكتكوته دي. ما نتحرموش منكم ابدا. نروح هاني بقى نجيبوا المأذون. ما تغيبش يا ولا. تم تنفيذ حكم الإعدام على ريا وسكينة في 21 و 22 ديسمبر عام 1921، وتعد ريا وسكينة أول سيدتين بيتم تنفيذ حكم الإعدام عليهن في تاريخ مصر الحديث. بيت ريا وسكينة يقع في حي اللبان، اللي تم تسميته نسبة إلى أحد الشيوخ المتصوفين المعروفين، وهو الشيخ شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عبد المؤمن ابن اللبان. ولد في دمشق وتلقى علومه في الشام، وتبنى المذهب الشافعي، ثم حضر إلى الإسكندرية اللي عاش فيها وكان أحد علمائها حتى وفاته عام 749 هجرية. ارفع ايدك لفوق. ايه دحروج؟ انا مش دحروج يا سي حسب الله. ايه الحكايه يا سي جلال؟ انا مش جلال يا سي امين، انا احمد يسري، فاكرني؟ ما تخافوش، انا مش هقتلكم، انا هسلمكم للعداله. اي اوعى سيبه. تعال يا حماده، اجري على الكراكون، انده المأمور والعساكر اوام. اوعى حد فيكم يتحرك اطير دماغه. يلا يا رجاله، ورايا كلكم، بنتي هتنذبح. يلا يا سلخاني، يلا يا معلمين، يلا يا رجاله. بخير يا احمد؟ بخير يا سعاده البيه، العصابه دخلت البيت تاني، لازم نحاصره من كل ناحيه. في الحال يا عسكري جوه، حاصروا البيت. الحمد لله. اكسر الباب. اطلع تهوى، اطلع بقول لك لحسن اضربك بالنار. الحقني يا عبد العال، الحقني. اطلع. تعالي يا ست ريا، المشنقة مستنياكي. أرق تحيات الزميل أحمد عبد ربه من الهندسة الإذاعية. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود.